انا جايه النهارده علشان اقولك حاجتين. اولا ما تحطيش سلق للقلقاس خالص، وتاني حاجه اوعي 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 تجيبي القلقاس كده وهو سليم تحطيه في الميه المغليه. اوعي تعملي الخطوه دي نهائي. هقولك النهارده اسرار القلقاس لكل محبي القلقاس، ازاي تعمليه من الاول للاخر باحسن وافضل طريقه. بصي يا ستي، انا قلتلك الفيديو اللي فات ان انا شاريه 6 كيلو قلقاس. انا خرطت نصهم وجيت اعمل النص التاني معاكم علشان اوريكم انا بعمله ازاي. اولا لما تيجي تشتري القلقاس قلتلك تلاقيه يكون مدور وفيه بروز كده من فوق من عند الراس، ويكون حجمه مش كبير قوي. ما تجيبيش القلقاسيه الطويله ولا اللي حجمها كبير قوي، بيبقى فيه قلقاس كبير قوي كده، ما تجيبيهوش. تنقي الحجم المتوسط ده ويكونش فيه اي حفر، ويكون سليم ويكون مندي شويه ولونه فاتح زي ده كده. لو القلقاس لونه غامق قوي القشره بتاعته سودا من بره ما تشتريهوش، تعرفي كده ان هو قديم وعند الخضري بقاله اكتر من يوم، فانت ما تشتريهوش. ده احسن قلقاس تشتريه، وده احسن وقت تخزني فيه القلقاس كمان. في الفيديو ده هنخزنه وهنطبخه في نفس الفيديو، فيديو قصير مش طويل. جبتلك فيديو قصير لكل حاجة تخص القلقاس، شاملة كل حاجة من اول التنقية لحد التفريز لحد الطبيخ. متهيألي بقى متستخسرش فيا اللايك. الفيديو اللي قدامك 5 دقايق ده انا مصوراه في 6 ساعات، اه والله العظيم واكتر كمان. طبعا انا قشرته كويس جدا وهبتدي اقطعه. هقطعه انا مع نفسي بقى عشان طبعا بياخد وقت وكده. بالنسبه للسلق قلتلك ان انا بشتري السلق الحزمه اللي تكون عيدانها قصيره مش طويله، ويكون ورقها اخضر كده وفريش، وباخد الورقه بس من غير العيدان. السلق الكزبره بقى والسلق يعني تستهلكي منه كميه كبيره جدا جدا للقلقاس. يعني انا بجيب خضره كتير جدا، انا جايبه 6 حزم كزبره و3 سلق. هقولك هنعمل ايه في السلق عشان ما يسودش منك. طبعا خدت الخضره نقيتها الاول وخدتها على الحوض، غسلتها كويس جدا جدا في مصفى وسبتها تتصفى كده مده لحد ما يبقاش فيها ميه خالص. والقلقاس قشرته وخرطته قطع صغيره كده بالشكل ده متناسقه كلها زي بعضها. بعد كده هغسل القلقاس، بروح بقى على الحوض. مش بنزل بكميه القلقاس كلها ميه مره واحده، لا، بالتدريج كده شويه بشويه في المصفى، والميه تكون نازله من السخان، ميه تكون دافيه او فتره لحد ما ايدي تستحملها، وافضل اغسل فيه كده كتير كتير. كل دور اغسل فيه كتير جدا جدا لحد لما يبقى ابيض زي الفل، وما يبقاش فيه حاجه مش مستحبه خالص، والميه بتاعه الغسيل تبقى زي الفل كده نازله منه، وهتلاقيه بقى فل شمعه منوره معاكي. انا بحب اضيف له نص ليمونه كبيره وكمان معلقه كبيره ملح، بيساعدني في الغسيل بصراحه يعني. فاثناء وانا بغسله بفضل اغسل فيه كده كده لحد لما يبقى زي الفل، حبه حبه كده ايه في المصفى، وهسيبه بقى شويه كده في المصفى لحد ما ايه ابتدي اديله غلوه واحده. انا عايزه اديله غلوه واحده بس، هفرزه طبعا فاديله غلوه واحده بس. دي افضل طريقه على فكره. القلقاس ولا بيجلد ولا اي حاجه خالص، بيعيش معايا السنه كلها، بيبقى زي الزبده. حله فيها ميه بتغلي، اول ما تغلي الميه كويس جدا جدا هنزل بايه، بشويه قلقاس، مش بالكميه كلها مره واحده عشان مش عايزه الميه تبرد، وعصير نص ليمونه كده حلوه، واحط كمان معلقه واحده بس كبيره ملح في الميه. دي طريقه الشركات يا جماعه، دي طريقه الشركات والمصانع الكبيره، ودي افضل طريقه. واحنا نعتبر بنعمل بسطره، احنا بنبستر الخضار زي ما بنبستر كده اللبن، زي ما هما بيبستروا اللبن. ايه البسطره؟ انك بتغلي الحاجه وبعد كده بتعملي لها صدمه، بتطلعيها من الميه المغليه وتنزلي عليها ميه ساقعه جدا. فهي دي تعتبر طريقه البسطره اللي بتحافظ على الخضار ويفضل معاكي طول السنه طازج وفريش وجميل، ولا بيجلد ولا اي حاجه خالص. طبعا اول ما الميه تغلي وبيبتدي يقلب خلاص بطلعه بقى، وبطلعه على ميه ساقعه وبسيبه جنبي ايه في المصفى. بالنسبه للخضره انا قطعتها كلها، ودي كانت خطوه غلط مني ان قطعت السلق مع الكزبره. طبعا ما بعد ما صفوا ميتهم ومغسولين وزي الفل. انتي بقى ما تحطيش السلق كده مع الكزبره على النار، لا، انتي تعملي السلق في الخلاط، عشان ده تسبب ان الخضره بقت تنزل ميه كتير رغم مصفياها. لازم ما تحطيش السمنه والزيت غير لما الميه في الخضار تتبخر خالص، ما يبقيش في الخضار اي ميه نهائي. تبتدي بقى تحطي السمنه او الزيت والثوم. انا حاطه كميه ثوم كبيره لان كميه الخضره كانت كبيره برضو، كانت ماليه الحله.
بالتقليب المستمر كده على نار متوسطة لحد لما الخضرة وصلت للشكل ده واللون ده، والثوم اتحمص مع السمنة والزيت، والخضرة بقت بالشكل ده. هي كده خلاص جاهزة معايا. كنت بقى سلقة لحمة، هنطبخه كمان بقى في نفس الفيديو، هنطبخ القلقاس مع بعض. في اليوم ده كنت سلقة لحمة برضو، اللحمة خدت 3/4 سوا، نزلت عليها بقى بشوية مية ونص طماطمية ونص بصلاية، ونزلت بشوية القلقاس اللي انا هطبخهم، اللي انا لسه مفرزاهم معاكم قبل بقى ما اشيله في الفريزر. حطيت طبعا شوية فلفل اسود، وحطيت الملح، وهحط بقى الخضرة. القلقاس اصلا يعتبر غلى غلوة او 2، فمش محتاج اكتر من كام غلوة مع الخضرة بس. ما تنسيش تحطي الملح والفلفل الاسود، واللحمة تسلقيها الاول، لازم اللحمة تكون مسلوقة الاول. القلقاس ما بياخدش سوا اصلا. كده القلقاس بتاعنا ما خدش اكتر من 10 دقايق مع الخضرة. يعني اول ما نزلت القلقاس نزلت معاه الخضرة بقى وكل الحاجات دي، الملح والفلفل والطماطمايه والبصلايه. احلى واطعم قلقاس هتعمليه بطريقة ماما. ارجو ان انتي لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.